ناس كتير فاكرة إن الكركديه هو العناب، لكن النهاردة أنا هقول لكم إيه هي طريقة العناب اللي على أصولها. العناب الأصلي ميكس الكركديه والتمر هندي زي العربيات. المكونات سر الطرم الصح: ربع كيلو كركديه أسواني ورق، 8 كيلو تمر هندي طبيعي بالبذر، سكر حسب الرغبة، العناب بيستحمل سكر أعلى شوية، لتر ونص مية سخنة للتمر هندي، لتر مية باردة للكركديه. الطريقة: أول حاجة التمر هندي الأساس. نقطع التمر هندي ونحطه في حلة مع المية السخنة ونرفعه على النار ياخد غلوتين بس علشان يفك وينزل خلاصته. نطفي النار ونسيبه يبرد ويتنقع في نفس المية مدة لا تقل عن 4 ساعات علشان يدي التقل والمزازة الصح. تاني خطوة الكركديه اللون والطعم. نغسل الكركديه غسلة سريعة وننقعه في مية باردة 4 ساعات من غير غلي علشان الطعم ما يمررش واللون يفضل صافي وجميل. تالت خطوة تحويله العناب. نصفي التمر هندي كويس جدا ونعصره علشان ينزل كل القوام ونرمي البذر والقشر. نصفي الكركديه ونضيفه على عصير التمر. نضيف السكر ونقلب لحد ما يدوب تماما ويبقى عندنا مركز العناب. سر المهنة: النسبة الذهبية 2 كركديه إلى 1 تمر هندي علشان الطعم يبقى متوازن، لا حادق ولا مسكر زيادة. العناب بيتضرب مش بيتقلب. اضربيه في الخلاط مع تلج شوية علشان يطلع فوم ووش حلو زي المحلات. لو عايزة لون غامق قوي ممكن كراميل بسيط، بس الطبيعي أظبط في الطعم. طريقة التقديم: كوباية مليانة تلج مجروش ويتصب العناب ساقع مشبر، مزازة وسكر مظبوطين يخلوا الكوباية تخلص لوحدها. ما تنساش تصلي على الحبيب. اعملي لايك وشير علشان نوصل لأكتر عدد ممكن. اللايك مش هيفرق معاك، لكن بيفرق معايا جدا علشان نقدر نستمر وننشر كل جديد.